احنا كنا اتكلمنا عن الحضور وقلنا ان الحضور هو اول مفتاح واهم مفتاح من مفاتيح التغيير، لان البريزنس او الحضور هو اللي بيخليك عايش مستمتع بكل لحظة بتمر عليك في حياتك. طيب هيجي حد النهاردة يسألني ازاي اقدر اوصل للحضور؟ الحضور بكل بساطة عشان توصل له محتاج تفرق بين نوعين من المخ او العقل الواعي والسبكونشس او العقل اللاواعي. العقل الواعي هو العقل اللي انت بتعمل بيه كل الحاجات الجديدة اللي انت ما تعرفهاش في حياتك. هديكم مثال بسيط جدا زي مثلا تعليم سواقة العربيات. اي حد بدأ يسوق عربية كان الموضوع بالنسبة له صعب ومركز في كل خطوة بيعملها، مركز في سرعته، مركز في الشيفت لو سايق حاجة ستيك شيفت او مانيوال، باصص في الشارع حواليك، باصص في كل حاجة بتعملها. تمام؟ وبتبقى صعبة جدا عليك وانت بتبقى متهيأ لك ان انت عمرك ما هتقدر تتعود او تعمل الموضوع ده بسلاسة او بكل سهولة. ليه؟ لان مخك اي حاجة جديدة عليه بيبدأ يزقها، لانها بتستهلك طاقة كبيرة جدا من المخ عشان يفضل مركز فيها. فالمخ ما بيحبش العقل الواعي، ما بيحبش الحاجة الجديدة اللي انت بتعملها. عشان كده اي حاجة جديدة بتعملها بتبدأ في الاول صعبة عليك. لما بتبدأ تعملها فترة بتبدأ تخش في النوع التاني من العقل وهو السبكونشس او العقل الغير واعي. نرجع تاني لمثل سواقة العربيات. انت لو بقالك فترة بتسوق دلوقتي انت ما بتبقاش فاكر انت رحت الشغل ازاي، انت بتبقى سايق عمال تنقل عربية، بتغير ما بين حارة لحارة، رايح هنا جاي من هنا، بتتكلم في التليفون، بتغير الميوزك، انت اصلا مش مركز انت بتعمل ايه. وهنا اتحولت العادة من عقل واعي وتركيز لعقل لا واعي. نفس الكلام بالظبط في الحضور. لما انت تبقى بتدرب نفسك وبتبدأ بخطوات بسيطة وكل شوية تبدأ تقول لا أنا ما كنتش حاضر في الموقف الفلاني، أنا ما كنتش مركز هنا، أنا مشاعري ما كانتش هنا واضحة، حبة 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 تبدأ الموضوع يتحول ما بين العقل الواعي للعقل اللاواعي. زي الجيم بالظبط. لما بتروح الجيم أنت ما بتوصلش للي أنت عايزه بعد شهر ولا شهرين ولا 3، بس بالتعود بتوصل وبتبدأ تشوف نتيجة. فالموضوع عايز واحدة واحدة وبالراحة، وتبدأ تتدرب على الحضور، وهيبقى صعب في الأول ومخك هيرفضه لحد ما هتتعود عليه وهيغير لك حياتك.